السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابي وحبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. مش قادرة اقول لكم انا امبارح تعبت ازاي. انا النهاردة ما كنتش قادرة اعمل اي حاجة. بس قلت اقوم لان جوزي بصراحة كان اجازة وكان طالب مني ان يوم اجازته ياكل كفتة رز. فبصراحة قلت اقوم حتى لو هيبقى ايه على قد الروتين النهاردة، على قد الاكل بس. زي ما انتوا شايفين كده انا كنت مصوره لكم اهو. بصوا بعد ما عملت الحاجه، عايزه اقول لكم في مفاجآت في الفيديو ده يا جماعه والله. انا قمت بقى الصبح، هو طبعا صحي ودى الولاد المدرسه، وودى يوسف بس ومالك ما راحش بصراحه، لان يوسف كان عنده اختبار كده فكان لازم يروح. فانا بصراحه ايه بعد ما ودى يوسف المدرسه وجه، قمت كده. بس قمت طبعا متاخره، ما كنتش نايمه بس كنت فارده جسمي، لاني بصراحه تنظيفة المطبخ امبارح، سوري يا جماعة انا مش قادرة اتكلم، عندي زغطة. المطبخ امبارح فعلا هدني جامد. فانا قلت ايه اعمل حاجات ايه يعني على قد الاكل بس. فقمت بس روقت الترويق العادي، الروتين العادي اللي انتوا عارفينه، ولعت عود البخور وفتحنا الشبابيك، ودخلت بقى المطبخ. زي ما انتوا شايفين الدنيا الحمد لله كانت رايقة. طلعت الكفتة تفك زي ما انتوا شايفين كده. والحلة يا جماعة اللي فيها الصلصة دي صلصة قوطة، انا كنت جايباها مصلصاها. بس طبعا امبارح انا اتشغلت في المطبخ زي ما انتوا شايفين، فبصراحة ما قدرتش اكمل وان انا اقعد اعبيها في اكياس وكده. فالنهاردة قمت كده قلت بما اني كده كده هحتاج صلصة، طلعت الحلة من التلاجة وقلت ايه اسيب الكفتة تفك، وعقبال ما تفك اكون انا عبيت ايه الصلصة في اكياس. زي ما انتوا شايفين انا جبت طبعا الاكياس اهوت وهعبي الصلصة. طبعا هتسألوني انا ليه بعبي بمج، ليه مش بالكبشة العادية او المغرفة العادية. معلش الفيديو هنا الموبايل فصل وشغلته تاني. ارجع زي ما كنت بقول لكم، يعني ليه بعبي بالمج مش بالمغرفه او بالكبشه، لاني المج بعرف اعاير بيه الكيس، يعني بعرف اظبط الاكياس تبقى كلها قد بعض. طبعا كل واحده بيبقى ليها كميه الصلصه اللي بتطبخ بيها، انتي بتبقي عارفه بتحتاجي صلصه قد ايه. فانا لما بعاير بالمج ده ببقى عارفه ان خلاص الكيس هيطلع هو على قد الاكله. الاول كنت يعني بعبي كده، فكنت مره اطلع الكيس الاقي الكيس كتير فاضطر اشيل بقيته تاني في الفريزر ومبقاش طعمها حلو. ساعات اطلع الكيس الاقيه قليل فاضطر اطلع واحد تاني. فقلت لا، انا كل مره هعمله هظبط حاجه معينه اعبي بيها بحيث ان الاكياس تبقى قد بعض و... ويبقى يا دوبك على قد كميه الصلصه اللي انا بحتاجها. فانا بحب اعبي بالمج ده على طول. فانا قعدت بقى بصراحه اعبي في الاكياس، قلت برضو ايه هستغل الفرصه، يعني ما كنتش قادره اقف والله يا جماعه. يعني حتى الفيديو ده هتلاقوا مدته قصيره لاني فعلا حرفيا انا حتى يعني بص انا بتكلمكم حاسه ان انا بنهج. يعني تقريبا انا قربت اولد يا جماعه ولا ايه؟ ادعوا لي لان فعلا انا نفسيا متدمره بسبب الموضوع ده. يعني كل ما الميعاد بقرب انا بتخض يعني. فادعوا لي ان شاء الله اقوم بالسلامه انا والبيبي وارجع لولادي. هنا بقى بصوا مالك داخل خارج داخل خارج عمال يضايقني. بس مش مشكلة، هو كان عارف ان انا تعبانة، حتى بابا جه يدخل لقاني بصور فخرج على طول. مرضيش حتى يقف معايا لان هو اصلا كان داخل يساعدني بصراحة. هو تقريبا عايزه اقول لكم يا جماعه انا جوزي تقريبا اللي عمل الاكل النهارده، لان انا كنت بعمل حاجه واقعد ساعه جنبها. فهو قال لي احنا كده مش هنتغدى يعني. فكان عايز يلحق كمان نعمل الاكل قبل يوسف ما يرجع من المدرسه. هنا انا كنت خلصت زي ما انتوا شايفين وعبيت الاكياس. هي ما عملتش معايا كتير غير 6 اكياس، بس عشان انا ما كنتش جايبه قوطه كتير. انا بصراحه لقيت الست بتبيعهم كيلو ونص ب10. فقلت اجيب كده كام كيلو واعمله صلصه. فيدوبك كل اللي جبتهم 4 كيلو او 4 ونص. فهم عملوا كمية صغيرة، قلت كل مدى اجيب كده واعمل يعني مش هتفرق. واحطهم كده في الفريزر. طبعا انا سبت الكمية دي في الحل عشان الصلصة بتاعت الكفتة. بس ابتديت بقى الم الحاجة اهوت، كنت بلم الاكياس. انا عايزة اقولك يا جماعة، انا لما ايدي بتختفي كده عن الحاجة اللي بعملها ببقى بريح، ببقى حاسة بوجع كده وبركن كده في حتة معينة. فهنا بصراحة جوزي لما لقاني تعبانة دخل المطبخ ولقاني تعبانة وراكنة كده على جنب، قال لي خلاص هاتي الصينية والحاجة وانا هقعد اصبع الكفتة. فبصراحة ربنا يبارك له، هو اللي قعد عملها كلها. انا كل ده بقى كنت قاعدة بس يعني بصور مش اكتر. وكنت قاعدة مريحة حرفيا يا جماعة. انا فعلا حتى المشي ما كنتش قادرة امشي. انا عشان اقوم من الانتريه للمطبخ مثلا اعمل حاجة كنت بحس انه مجهود جامد جدا، لان تقريبا فعلا يعني عملة المطبخ امبارح دي تعبتني جدا جدا جدا. يعني كنت بقوم واقعد وارفس على رجلي زي ما قلت لكم. فالموضوع بالنسبه لي كان مرهق، والنهارده كان تعبني، وانا كنت زعلانه ان كان يوم اجازه جوزي وكنت تعبانه. انا بحب يوم اجازته اعمل له كل حاجه.
هنا بقى جوزي كان خلاص خلص، فدخلت بقى بصراحة قلت لا يعني خلي عندي دم بقى واقوم. فقمت بقى بصراحة قلت احط الطاسة على النار واحط له بقى فيها حتى الزيت يسخن عقبال ايه ما يقوم كده ويغسل ايده ويكون الزيت حتى ايه سخن، نبتدي بقى نحمر الكفتة. انا عايزه اقولكم في حاجات كتير قوي ما اتصورتش يا جماعه، بس فعلا ما كنتش قادره اقف. هنا كمان جوزي كان عامل الرز، وكان بابا بيقلبه عشان يبتدي يطفي عليه. والله يا جماعه حرفيا هو تقريبا جوزي اللي عمل الاكل والله. تسلم ايده والله العظيم. عايزه اقولكم هو شيف اصلا كده كده، فموضوع الاكل ده بالنسبه له مش صعب يعني. بس وهنا يا جماعه كنا خلصنا. انا عايزه اقول لكم يعني زي ما قلت لكم في حاجات كتير ما اتصورتش، انا اسفه طبعا. بس فعلا انا كنت تعبانه وما كنتش حابه يعدي يوم من غير ما انزل لكم فيه اي حاجه. تعالوا بقى كلوا بالهنا والشفا ونتقابل ان شاء الله في الفيديو الجديد.